انا في موقف غريب حصل لي من فتره وخلاني اراجع نفسي كده واستوعب ان في حاجات كتير قوي عملتها يا جماعه غلط، وانا متاكد ان انا لو حكيت لك الموقف ده هتراجع نفسك مليون مره بعد الفيديو ده، فكمل الاخر. فتره كبيره جدا كنت منتظم على صلاه الفجر في المسجد، فجه يوم صحيت بالفعل فيه لصلاه الفجر، بس انا ما قمتش صليتها، انا صليتها في البيت وكسلت انزل. جينا اليوم اللي بعده صحيت برضو لصلاه الفجر، بس انا ساعتها برضو كسلت، قمت كملت نوم. نيجي بقى لتالت يوم وده كان اليوم الفاصل، انا ساعتها ما قمتش. انا لقيت نفسي صاحي بعد الفجر بساعة، فقعدت استوعب كده، قلت عادي راحت عليا نومة مثلا، تمام اكيد بكرة هصلي. من ساعتها لحد دلوقتي بقالي 5 ايام ما صليتش الفجر في المسجد. هنا انا ادركت حاجة، قلت ان ربنا كان الفترة اللي فاتت دي كلها وفترة انتظامي في الصلاة في المسجد دي كان هو اللي منعم عليا، وهو اللي موفقني ان انا اصلي، لا كان بانضباطي ولا كان بشطارتي ولا كان باي حاجة. فوصلتني فكرة مرعبة جدا، ان تخيل ربنا هو اللي يكون رافضك. تخيل ربنا انت دلوقتي مثلا ما بتصليش علشان ربنا رافضك. تخيل بس الفكرة دي معايا، تخيل بس الفكرة دي اللي انا سمعتها في فيديو قبل كده. تخيل ربنا يكون اصلا رافضك، احن حد عليك والوحيد اللي معاك هو اللي يكون رافضك انك تبقى موجود على سجادة الصلاة وقت الصلاة ده وتكون حاضر معاه. الفكرة مرعبة يا جدعان، فكرة والله العظيم مرعبة. لو قعدت تشوف كده كمية الطاعات اللي انت كنت تقدر تعملها وربنا مديك القدرة وربنا مديك الصحة وربنا مديك المال انك تعملها وما عملتهاش، مش ممكن حاجات زي كده تروح طالما انت ما استغلهاش في طاعة الله. ربنا مديها لك وانت ما عملتش بيها، فيديها لغيرك يعمل بيها هو بدلك. الموضوع يا جماعة تيجي تفكر فيه بالفعل مرعب. فيا جماعة احنا لازم نتوب ولازم نرجع لربنا. كان معاك محمد ذكري، عايز يطور المجتمع بتاعه ويرتقي بيه، فساش الفل. سلام.